السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحه وخير. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم العاشوره بطريقه سهله وسريعه وبسيطه وبتركه جميله جدا، هتطلع طعمها كريمي جدا وطعمها حلو قوي 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 قوي. مش هتبطلي تعمليها خالص، هتعمليها طول السنه، مش هتستني بس اليوم عاشوره عشان تعمليها. زي ما انتم شايفين كريمي جدا 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 بتركات بسيطه جدا. هنعمل احلى عاشوره في البيت اهو. هوريكم بقى العاشوره الجميله جدا جدا جدا، تحفة 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 تحفة، كريمي جدا 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 اهي، بمكونات بسيطة وسهلة وسريعة موجودة في كل بيت. هنعمل ان شاء الله مع بعض احلى طبق عاشورة جميل سهل وبسيط، وهنحط له كمان حاجات بسيطة جدا هتخلي كمان طعمه جميل جدا وشكله حلو قوي 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 قوي. يلا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف عملنا ايه مع بعض عشان نطلع احلى طبق عاشوره بالشكل ده مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، انا معايا نص كيلو قمح بليله. بتقولي كده للعطار عايزه قمح بليله. غسلته من قبلها بليله، غسلته كذا مره كويس قوي علشان طبعا التراب واي حاجه فيه، وكمان المبيدات اللي بتبقى مرشوش بيها في الزرع تغسليه كويس قوي. ونقعته ليله كامله، نقعته من امبارح بالليل واديني النهارده اهو بالنهار هنعمله مع بعض. اهم حاجه بعد كده تصفيه كويس قوي، برضه تغسليه تاني. وحطيت ميه على النار تغلي واهي غلت، ونبتدي بقى ننزل بالقمح بعد ما نقعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبه بقى نوطي عليه شويه كده، يبقى النار هاديه، على نار هاديه لحد ما يستوي معايا كويس قوي. وبعد كده بقى هنشوف بقى خطوتنا التانيه هنعمل ايه. اهم حاجه تسيبيه على نار هاديه، ما تعليش عليه، ولو احتاج ميه تحطي، وطبعا هيطلع ريمه كده هنشيلها كلها. بصوا حبايب قلبي، بعد ما حطينا البليله على النار تستوي، هنحضر معانا قشطه، فانيليا، السكر طبعا حسب انت بتحبيه مسكر او مش مسكر قوي، براحتك يعني السكر، وحسب برضو الكميه. هنحتاج نشا، هنحتاج لبن، بس كده. بعد ما تستوي وهنحتاج كمان مكون هيخليها طعمها جميل تحفه جدا جدا جدا. هنحتاج معانا كيس كريم شانتيه هنحطه عليه، ومش هنضربه، هنحطه زي ما هو كده عليه. يلا بقى نشوف بينا هنعمل ايه، والخطوه الثانيه بعد ما تستوي البليله هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي، بعد ما البليله استوت اهي ما شاء الله عليها، بس انا هاخد جزء منها علشان في من الاولاد ما بيحبهاش غير كده بس، بالظبط كده بالظبط كده، وعليها شويه سكر وخلاص، يعني مش بيحبوها بلبن يعني. وفي اللي بيحبها بلبن وفي بيحبها بعاشوره زي ما احنا هنعملها. فانا بس هاخد جزء منها كده على جنب واعمل باقي الباقي اهو، وهعمل الباقي بقى ده كله. بقى هبتدي بقى احط معايا اللبن. هنبتدي بقى دلوقتي نحط اللبن، تمام، نحط اللبن وكمان نحط القشطه والسكر والفانيليا اهو. نحط كمان السكر والفانيليا، حاجه بسيطه كده، تمام. ونحط بقى كمان حته قشطه، يعني قد مثلا معلقه كده كبيره قشطه. وكمان هنحط معلقه كبيره او معلقتين من الكريم شانتيه اهو، بس كده. ونقلب بقى كل الخليط ده كده مع بعضه كويس قوي، ونسيبه على النار لحد ما يغلي له غلوه. وبعد كده نبتدي ننزل بالنشا كمان عليه عشان يربط ويتقل معايا ويبقى جميل. هسيبه كده شويه يغلي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، بعد ما اللبن والسكر والبليله غلوا مع بعض اهو شويه، حطيت معلقتين كبار نشا على يعني قد نص كوبايه لبن كده، وهنزل بقى بيها من دلوقتي على الخليط كله اهو، واقلبه كويس قوي قوي، ايدي تفضل فيه لحد ما يتقل ويبقى كريمي كده جميل ولذيذ. بس كده، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. كمان هنزوقها بطريقه جميله حلوه قوي بسيطه برضو.
هتعجبك ان شاء الله. جربيها الطريقه دي، سهله وبسيطه وبتديكي طعم تحفه للعاشوره، جميله جدا. عايزه كمان تديها البليله بعد ما المرحله دي لفه كده بالهاند بلندر، لفه واحده بس كده يعني برضو تبقى جميله واجمل. عايزه تسيبيها زي ما هي برضو تبقى حلوه مفيش مشكله. طريقه سهله وسريعه وبسيطه، وجربيها ان شاء الله تعجبك جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان القمح مفيد جدا جدا وكمان مفيد للاطفال. جربي الطريقه دي، مش لازم بس نعملها في يوم عاشوراء بس، لا ممكن نعملها طول السنه. القمح مفيد جدا للكبار وللاطفال كمان. اول ما تتقل بقى معايا ابتدي اطفي عليها واستناها تهدى كده ونبتدي نغرفها مع بعض. بصوا حبايبي قوامها ما شاء الله جميل جدا اهي. هنبتدي بقى نغرفها بقى مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه جميله جدا، كريمي ولذيذه جدا جدا اهي. هنحط بقى كمان عليها ده بقى اختياري براحتك يعني، حبه كنافه من على الوش كده. طبعا حابه تقلبيها من جواها براحتك. انا حطيتهم في الفرن في الشوايه كده خدوا لون. نحط بقى كمان الزبيب بتاعنا اهو، وكمان جوز الهند كمان، يعني انتي زوقيها براحتك كده اهو. طريقه سهله وسريعه وبسيطه وكمان طعمها جميل جدا جدا جدا. مش هتبطلي تعملي العاشوره طول السنه، طول السنه مش هتبطلي تعملي العاشوره لفايدتها وانها صحيه جدا وجميله. وطبعا لازم كمان نعملها في يوم عاشوره. كل سنه وانتم طيبين. طريقه سهله وبسيطه ولذيذه جدا جدا للعاشوره. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تشوفوه وتساندوني وتشجعوني ان اكبر القناه بيكم وليكم. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.